نفوسهم بالحقد والمرض. وهذه مناسبة نتمنى لأولئك الذين ينتمون إلى أسرتكم الكبيرة بالشفاء العاجل، شفاهم الله من مرضهم وجعل ذكاءهم في خدمة الإعلام الرياضي وتطور كرة القدم والرياضة بصفة عامة، وتطور أهدافها وأخلاقها خدمة للمجتمع الدولي. وتعرفون أيضا بأن مجهودات الأعداء الذين تمنيت لهم الشفاء العاجل لم يدخروا أي جهد في تبخيس عمل المملكة المغربية وعمل المؤسسات المغربية وعمل الشعب المغربي، أولا في تطوير إمكانياته الذاتية، ولكن أيضا خدمة لكرة القدم والرياضة الأفريقية والعالمية، ومساهمة منه كما ساهم في السابق وعبر التاريخ. وأعتقد أن الإرث التاريخي يشكل إحدى أسباب هذه الأمراض المزمنة التي أصبحت اليوم حديثا يوميا وقارا في تحليلات هؤلاء. قلت بأن علينا أن نكون نستحضر بأن الأعداء سيسخرون كل جهودهم، وعلينا أن نكون قادرين يقظين كما كنتم دائما بطبيعة الحال في هذه المناسبة. وللختام ولا في الختام تمنيت دائما أتمنى أن يكون الصحفيون الرياضيون والصحفيون المغاربة بشكل عام جبهة واحدة مشتكلين لقوة واحدة في مؤسسة واحدة تستوعب الاختلاف، تستوعب التعدد، ولكن توحد جهودها وتظهر أكثر قوة عند تنفيذها للأهداف النبيلة. للإعلام الجزائري تنجاوب غير بجواب بسيط، وهي آية قرآنية كريمة تتقول: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام.